Hallo alle zusammen, wie geht's euch? Heute werden wir eine Grammatik-Lektion behandeln. Und zwar der Unterschied zwischen obwohl und trotzdem. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هناخد درس عن القواعد مهم جدا، وهو الفرق ما بين الكلمتين obwohl und trotzdem. Obwohl und trotzdem. Sie sind zwei Konjunkturen, die 90% dieselbe Bedeutung haben, aber mit unterschiedlichen Satzstruktur und Satzreihenfolge. هما عبارة عن اتنين من الروابط وبنسبة 90% ليهم نفس المعنى تقريبا، ولكن ترتيب الحدث أو الجملة مختلف، وكمان بناء الجملة ذات نفسه مختلف. obwohl bedeutet بالرغم من. معنى كلمة obwohl بالرغم من. trotzdem bedeutet مع ذلك. Trotzdem bedeutet مع ذلك. Und die zwei Konjunkturen haben die gleichen Funktion, und zwar den Widerspruch ausdrücken. الاتنين دول أو الرابطين دول ليهم نفس الوظيفة، وهي إنهم بيعبروا عن تناقض حدثين اتنين، إن حدث عكس حدث أو عكس المتوقع. ودلوقتي طبعا هنفهم أكتر. Also, seid ihr bereit? Lasst uns anfangen. Zuerst fangen wir an mit dem Satzstruktur von trotzdem und obwohl. أول حاجة نتكلم عنها هي بناء الجملة بتاعت كل منهما. نمرة 1 obwohl. أول رابط هو بمعنى بالرغم من، وده بيعمل جملة جانبية، وده معناه إن الفعل بيجي في الآخر خالص، وبيكون في جملة أساسية أخرى، وكل جملة بتحمل حدث. طيب das erste Beispiel، هناخد أول مثال عشان يوضح لي أكتر الشرح. بيقول das Fenster war wieder zu، يعني النافذة كانت مغلقة مرة أخرى obwohl ich es geöffnet hatte، بالرغم إن أنا كنت فتحتها. تاني أول جملة عندنا، أول حاجة عندنا أو الجملة الأولى هي الجملة الأساسية، هي الهاuptsatz. كانت جملة عادية جدا بتقول das Fenster war wieder zu، وسكت، يعني النافذة كانت مغلقة مرة أخرى. وبعد كده جينا بقى للجملة الجانبية، وهي الجملة اللي هتعبر عن تناقض، واللي استخدمنا فيها الرابط بالرغم من. وزي ما شفنا أول حاجة حطيناها هي كانت obwohl، هو الرابط، وبعد كده الفعب جه am Ende خالص، في الآخر خالص geöffnet hatte. عشان ايه؟ عشان جملة جانبية. Es steht hier so sehr wichtige Frage auch, die von dem Satzstruktur auch abhängig ist. Und zwar kann es sein mit dem Nebensatz oder mit dem Satz, der mit Konjunktur anfängt, zu beginnen. هنا بقى في سؤال مهم جدا وبرضه خاص أو متعلق بتركيب الجملة، وهو هل ممكن أبدأ بالجملة الجانبية أو الجملة اللي فيها الرابط؟ يعني ممكن أبدأ كلامي خالص بجملة obwohl. Die Antwort ist ja, kann sein. والإجابة هي إنه ينفع أبدأ عادي جدا بجملة بالرغم من، فهتبقى زي ما احنا هنشوف دلوقتي. Obwohl ich das Fenster geöffnet hatte, war es wieder zu. بالرغم من إنني فتحت النافذة، إلا إنها كانت مغلقة مرة أخرى. طب إيه اللي أنا غيرته؟ أنا غيرت حاجتين. أولا الضمائر. في الجملة الأولى، في المرة الأولى لما كنا مش بادئين بأوبفول، كانت الجملة الأساسية عندي اللي احنا بدأنا بيها كان فيها كلمة ايه؟ das Fenster. وكانت جملة أوبفول فيها الضمير اس دي اللي هي كانت عايدة على فينستر. طيب لما جينا غيرنا وبدأنا بجملة أوبفول، ما كانش ينفع احط فيها اس، لان اس دي لازم تعود على حاجة، عشان كده غيرت، فحطيت das Fenster مع أوبفول، والجملة التانية
حطيت فيها اس عشان تعود على فينستا، فغيرت مكان الضماير. تاني حاجة غيرناها هي ان الجملة اللي مفيهاش الرابط واللي هي الجملة الأساسية لما بتيجي رقم 2 بنبدأ بالفعل بتاعها، وبعدين بنكمل الجملة عادي جدا زي ما شفنا في المثال التاني. يعني الجملة الأساسية عندي كانت Das Fenster war wieder zu. لما أنا جبت الجملة دي رقم 2 أو بدأت بمعنى أصح بجملة obwohl وجت هي بعد كده، كان لازم أبدأ بالفعل بتاعها. الفعل جه بوزيسيون 1 علشان هو جه بعد جملة، وخلينا الضمير هو اللي بوزيسيون 2، يعني عكست، خليت ان انا هبدأ بالفعل طالما هي جت بعد جملة obwohl. نمرة 2 trotzdem. تاني رابط هنتكلم عنه من حيث شكل البناء الجملة هو trotzdem، وده بيعمل جملة أخرى جنب الجملة الأساسية، ولكنها تعتبر جملة أساسية برضو مش جانبية. طب ليه؟ علشان هو ما بيجيبش الفعل في الآخر، يعني بياخد كده مثلا شكل فعل جملة deshalb، عشان كده يعتبر trotzdem بتربط ما بين جملتين أساسيتين مفيهاش جملة جانبية. يعني زي deshalb اللي قلنا ان اللي بياخد في الجملة erste Stelle، ده معناه المكانة الأولى، والفعل بيجي بعديه على طول، ده في deshalb اللي هو الرابط بتاع A1 A2 اللي أكيد احنا عارفينه. فtrotzdem زيه بالظبط، بتاخد erste Stelle يعني المكانة الأولى وبعدها بيجي الفعل. تعالوا دلوقتي نشوف مثال عليه. Es regnete draußen, trotzdem habe ich das Fahrrad genommen. Es regnete draußen يعني كانت السماء تمطر في الخارج، trotzdem habe ich das Fahrrad genommen ومع ذلك أخذت الدراجة. دلوقتي نبتدي نشوف الجملة بشكل مفصل واحدة واحدة. أولا جت عندي جملة أساسية عادية وهي es regnete draußen يعني كانت السماء تمطر في الخارج، وبعد كده بدأنا جت الجملة الأساسية التانية باستخدام الرابط ومع ذلك trotzdem، فبدأنا بtrotzdem. وهنا جه التعبير عن التناقض، فأولا قلت trotzdem في الأول، بعد كده haben das Verb steht Nummer 2 wie normal، بعد كده جه الفعل على طول رقم 2 زي العادي، يعني ما راحش لآخر الجملة، يعني الرابط ده ما عمليش جملة جانبية زي ما قلنا، ما عمليش Nebensatz. وهنا نفس السؤال المهم، هل كان ممكن أبدأ بالجملة الأساسية بس اللي هي فيها جملة الرابط، يعني هل كان ممكن أبدأ بالرابط على طول بجملة trotzdem على طول؟ لكن هنا الإجابة لأ، الرابط ومع ذلك اللي هو trotzdem لازم يجي في الجملة التانية، باعتبار ان كلمة ذلك اللي احنا بنقولها دي عايدة على الحدث في الجملة الأولى، فمينفعش أعمل الآتي trotzdem habe ich das Fahrrad genommen es regnet da draußen. مينفعش أعمل كده. لو جينا نفهم معناها ونترجمه هتبقى ومع ذلك أخذت دراجتي كانت تمطر في الخارج، وطبعا كده مفيش أي ترابط أو معنى، عشان كده دايما جملة الرابط ومع ذلك بتيجي الجملة الأولى مترتبة على الحدث في الجملة الأولى، بتيجي في الجملة التانية مترتبة على الحدث في الجملة الأولى. Das ist zweiter Punkt. Was ist der Unterschied zwischen obwohl und trotzdem in der Bedeutung؟ تاني نقطة نتكلم عنها هو الفرق ما بين الرابطين obwohl و trotzdem، لكن من حيث المعنى، يعني امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. Und das werden wir zusammen durch viele Übungen verstehen. Die Übungen sind zwei Sätze, zwischen ihnen wir verbunden sollen und auch ein Konnektor dafür auswählen. هنحل شوية أمثلة، أو بمعنى أصح هنربط بين جملتين ونشوف هنختار أنهي رابط من خلال المعنى، وبكده نفهم الفرق ونتعلمه كويس جدا.
Das erste Beispiel أول مثال: Es regnet heute, ich gehe in die Uni. اداني جملتين وقال لي اربطي يا اما بأوبفول يا اما بtrotzdem. اول جمله معناها انها تمطر اليوم. تاني جمله ich gehe in die Uni، انا ذاهب الى الجامعه. طيب اول حاجه لو هنتكلم عن اوبفول، لو عايزين نربط باوبفول، فهي بتعبر عن ان بالرغم من ان حاجه حصلت انا عملت حاجه نقيض المتوقع، او حاجه تاني حصلت نقيض المتوقع عندي ده. اذا هنا عندي حدثين. على سبيل المثال المطره مطرت وانا برضو هخرج، يبقى دايما بعد الرابط بالرغم من بيجي الحدث التاني، بيجي الحدث اللي وقع الاول واللي كان المفروض يغير الخطة، لكن انا اتصرفت بتناقض، فبدل ما اقعد في البيت لا انا برضو رحت الجامعة عادي. يبقى بعد اوبفول بيجي الحدث اللي وقع الاول واللي كان المفروض يغير خطتي، بس انا اتصرفت بتناقض، وبدل ما اقعد في البيت، يعني اكيد المطر بتمطر دلوقتي انت متوقع كمستمع ان انا اقول لك هقعد في البيت، لكن لا انا هروح الجامعه. فبقت obwohl es heute regnet gehe ich in die Uni. فجي بعد obwohl ايه؟ الحدث اللي حصل الاول اللي كان المفروض يغير الخطه. بالرغم من انها تمطر اليوم فقد ذهبت الى الجامعه. طيب دلوقتي عايزين نستخدم trotzdem، واللي قلنا في الاول انها نفس المعنى تقريبا ولكن بشكل مختلف شويه، يعني برضو نقيض. فهي هنا بتعبر عن ومع ذلك، يعني حصل حدث وبعدها انا عملت حدث عكس المتوقع برضو، يعني زي الرابط اللي فوق بالظبط. طب ايه الفرق؟ الفرق ان هنا بعدها بحط الحدث التاني اللي هو انا خالفت بيه المتوقع. ايه اللي انا عملته بعد ما الدنيا مطرت؟ هو ان انا خرجت. يبقى فكرة ان انا اخرج دي اللي هو الحدث التاني اللي هو عكس المتوقع زي ما قلنا بيجي بعد trotzdem، لكن الحدث الاول اللي هو كان المفروض يغير خطتي بيجي بعد obwohl. فهنا هتبقى es regnet heute trotzdem gehe ich in die Uni. انها تمطر اليوم ومع ذلك انا اذهب الى الجامعة. طب نشوف كمان مثال يوضح الدنيا اكتر. sie hat viele Fehler jeder mag sie. وقال لي برضو نربط بobwohl وبtrotzdem. معنى الجملة الأولانية sie hat viele Fehler يعني هي بترتكب الكثير من الأخطاء أو عندها عيوب كتير. الجملة التانية jeder mag sie يعني الجميع يحبها. ودايما بقى لما نيجي نحل نسأل نفسنا سؤال: أنهي حدث حصل الأول؟ أو إيه الحاجة الأولى اللي بناء عليها يحصل حاجة عكس المتوقع؟ الحاجة الأولى إن الشخصية دي عندها عيوب كتير، فالحاجة التانية اللي المفروض تحصل إن الناس تبعد عنها، ولكن حصل النقيض وهو إن الناس كتير بتحبها. فزي ما قلنا obwohl بيجي بعدها الحاجة الأولى اللي المفروض تغير الخطة أو تغير الحاجة اللي أنا متوقعاها. trotzdem بيجي بعدها الحدث التاني أو الحدث المترتب على الأول وهو نقيض المتوقع ذاته. ف obwohl sie viele Fehler hat mag jeder sie. على الرغم من وجود العديد من العيوب إلا أن الجميع يحبها. obwohl اهي جت بعدها على طول الحاجة اللي المفروض اللي هي الأولانية اللي لما اسمعها تغير المتوقع. طيب التانية sie hat viele Fehler trotzdem mag sie jeder. لديها عيوب كثيرة ومع ذلك الجميع بيحبها. trotzdem جه بعدها الحدث التاني مترتب على الحدث الأول. تمام. Das dritte Beispiel المثال التالت was ist richtig. في المثال التالت بقى عندي سؤال تاني او شكل سؤال تاني وهو بيقولك was ist richtig، ايه هو الصح هنا؟
هنشوف جمل ونختار واحدة بس صح. طب نشوف جملة وجملة بهدوء. أول جملة: Obwohl ich meine Hausaufgabe erledigen muss, bin ich müde. Nummer 2: Ich bin müde, obwohl muss ich meine Hausaufgabe erledigen. Nummer 3: Ich bin müde, trotzdem muss ich meine Hausaufgabe erledigen. طيب هنبتدي نتكلم أول حاجة على der erste Satz. أولا قبل ما نترجم بنبص على البناء بتاع الجملة، ودي قاعدة لازم نتعلمها واحنا بنحل جراماتيك. دايما لازم نشوف البناء أو الجرامر بمعنى أصح قبل أي حاجة. فهنا مثلا هل بناء الجملة صح؟ هو بدأ بأوبفول ودي حاجة صح تمام، وبعدين جاب الفعل في الآخر ودي كمان صح. ولما جه يبدأ الجملة التانية بدأها بالفعل على طول زي ما قلنا برضو، يبقى البناء صح 100%. طب دلوقتي الترجمة بيقول لي: على الرغم من أنني ينبغي علي أن أقوم بعمل الواجب، أنا متعب جدا. الترجمة تبدو صحيحة وبدأنا نشعر بالحيرة. طيب نشوف الحدثين اللي عندي. هو تعبان وفي نفس الوقت لازم يعمل الواجب، يبقى ايه الشيء الطبيعي اللي المفروض يترتب عليه حاجة؟ هل احنا لما بيكون عندنا واجب لازم نتعب بعدها؟ هل الطبيعي ان لما يكون عندنا واجب نقوم نتعب؟ ولا هو تعبان وده الحدث الاول وطبيعة الحال واللي اتضاف عليه وغير متوقع انه يكون لازم يعمل الواجب وهو تعبان؟ يعني المفروض انك كقارئ متوقع انه تعبان فهينام او هياخد دواء، لكن هو ترتب عليه على تعبه شيء متناقض او شيء غير متوقع لشخص مرهق، وهو انه هيقوم يعمل واجب او التزام وراه. فطبعا كده غلط ان احنا قلنا ان الرابط اوبفول بيجي بعده طبيعة الحال الاولى او الحدث الاول اللي لسه هيترتب عليه شيء مش متوقع خالص. طيب ده zweiter Satz في الجملة التانية، وقبل ما نترجم هنبص على الجراماتيك. هو هنا استخدم الرابط اوبفول لكن جاب بعده الفعل على طول، فهل ده صح؟ لا اكيد، لانه لازم يجي في اخر الجمله، في الجمله دي مستبعده تماما. يبقى الجمله التانية من غير ما نترجمها على طول بنبص للجراماتيك، لو غلط بنستبعد الجمله من بابها. طيب دي غير زاتس الجمله التالتة. ما بقاش قدامنا غير اخر اختيار تماما. نشوف اول بقى حاجه البناء او النحويات بتاعته. هو بدأ بجمله اساسيه عاديه ich bin müde، انا مرهق تمام، وبعدين راح عمل جمله برابط trotzdem بلس فيرب، وده صح تماما ان هو trotzdem جه بعدها الفيرب. يبقى دلوقتي نشوف ترتيب الاحداث. قلنا ان اول حاجه ان هو مرهق وبعد كده هيضطر يعمل واجب، وقلنا ان بعد الرابط trotzdem بيجي الحدث التاني وده اللي هو عمله فعلا، وعشان كده الاختيار الصح هو الاختيار التالت ich bin müde trotzdem muss ich meine Hausaufgabe erledigen. جه على طول بعد trotzdem الحدث المترتب على الحدث الأول واللي هو نقيض للمتوقع. طيب das vierte Beispiel المثال الرابع was ist richtig برضو 3 جمل ونختار واحدة صح. Er ist intelligent, obwohl mag ich ihn nicht. Nummer 2: Ich mag ihn nicht, trotzdem ist er intelligent. Nummer 3: Obwohl er intelligent ist, mag ich ihn nicht. دلوقتي هنشوف جملة جملة، وأولا هنبص على الجراماتيك في الثلاث جمل. في الجملة الأولى er ist intelligent obwohl mag ich ihn nicht، جاب الفعل في الجملة التانية رقم 2 على طول، وده طبعا غلط. يعني جاب الفعل بعد obwohl وده غلط، ان obwohl بتعمل ايه nebensatz او جملة جانبية. طيب الجملة التانية الفعل جه رقم 2 في الجملة التانية، وكده احتمال يكون الجملة صح، فهناخدها بعين الاعتبار ان هو بدأ بجملة اساسية وراح قال لي trotzdem بلس فيرب، فدي كده بالنسبة للجراماتيك صح. الجملة التالتة
بدأ بالرابط obwohl وجاب الفعل في الآخر obwohl intelligent ist. وفي الجملة التانية بدأ بالفعل وده كمان صح، يعني جه بعدها قال mag ich ihn nicht. فالجملة التانية والتالتة كده بالنسبة للجراماتيك الاتنين دول صح، يبقى استبعدنا واحدة. طيب أول حاجة الجملة التانية معناها أنا لا أحبه ومع ذلك هو ذكي. الجملة التالتة بتقول على الرغم من إنه ذكي أنا لا أحبه. طيب أنهي جملة هي الحدث الأول أو الجملة اللي بتعبر عن طبيعة الحال؟ أكيد إن هو شخص ذكي، هو شخص ذكي، ده الطبيعة أو ده الحدث الأول أو ده الشيء العادي. والمتوقع إنه يترتب على جملة زي دي إن أقول عشان كده أنا بحترمه أو عشان كده أنا بحبه، لكن جه النقيض وهي الحدث التاني هو إن أنا مش بحبه. فعشان كده الجملة التانية بتقول أو جه فيها الحدث الأول اللي بيعبر عن طبيعة الحال بعد دخول ستيم، وده طبعا غلط لأن المفروض يجي بعدها الحدث التاني زي ما قلنا. لكن في الجملة التالتة الحدث الأول إن هو ذكي جه بعد الرابط obwohl، وبكده الاختيار التالت هو أصح اختيار. obwohl intelligent ist ده الحدث الأول أو الطبيعي إن هو بالرغم من إنه ذكي mag ich ihn nicht أنا لا أحبه. Jetzt sind wir ganz am Ende. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in den Kommentaren. Vergisst nicht uns zu abonnieren, um alles zu sehen. دلوقتي نكون وصلنا للنهاية، ولو في أي أسئلة اكتبوها في الكومنتس وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. تشوس.